السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وعمر عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. تعادل الزمالك والإسماعيلي النهاردة في الدوري المصري، أولاد العم 0-0. كان يعني أحلى حاجة في المباراة كان حضور الجماهيري النهاردة. بصراحة كان شكل الجماهيري النهاردة شكل يفرح، ولكن الحق يقال إن الإسماعيلي النهاردة يتعرض لظلم فادح. ضربة جزاء واضحة في الشوط الأول تغافل عنها وتجاهل عنها الحكم محمد عادل، كانت كفيلة ان الاسماعيلي يفوز، وكان تخلي الاسماعيلي يطلع من القاع شويه. ولكن الحكم ما شافش ضربه جزاء، ما شافش الاحتكاك. طب فين محمد معروف؟ محمد معروف على الفار. طب ارجع للفار. يعني من المفترض ان محمد معروف كان يرجع للحكم محمد عادل ويقول له في شك، الكوره فيها شك، ارجع. ضربه جزاء كان بها، مش ضربه جزاء خلاص. ولكن النهارده الاسماعيلي حرم من الفوز او من 3 نقاط. النهارده الزمالك ما لعبش النهارده الا بمحمد شحاته وعبد الله السعيد، بدا بيهم. بعد كده طبعا نزل ناصر ماهر في الشوط الثاني. الزمالك عنده حاجه غريبه، يعني ما عندوش حد باك شمال، فلعب بنضاي. عبد الشافي مصاب ولعب بنضاي. طب انت عندك لاعب زي حاتم سكر، النهارده كان بيلعب في نادي الزمالك، لاعب صغير ناشئ، لاعب ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. ازاي نادي الزمالك يسيب لاعب زي ده؟ حاجه غريبه جدا ان حاتم سكر يطلع من نادي الزمالك. الحاجه العظيمه النهارده زياره مجلس اداره النادي الاهلي، زياره تاريخيه، يعني نسميها زياره تاريخيه، زياره الخطيب ومجلس ادارته لنادي الزمالك، والاحتفال العظيم اللي حصل والسجاده الحمراء اللي فرشوها نادي الزمالك لاستقبال النادي الاهلي. الخطيب طبعا دخل نادي الزمالك النهارده في غياب مرتضى منصور من فتره لمجلس اداره الاهلي، من ايام صالح سليم ما دخلش نادي الزمالك. طبعا انتوا عارفين ليه، بسبب العلاقه السيئه ما بين مرتضى منصور ومصر كلها، او جماهير النادي الاهلي كلها واعضاء نادي الاهلي كلها. ففرح عريمه من اعضاء نادي الزمالك النهارده. الزياره دي لتوطيد العلاقه ما بين الناديين، ما بين جماهير الناديين، اداره الناديين، فصراحه واللعيبه كمان. فزياره تاريخيه من فتره لم تحدث. ولو اتكلمنا عن التفاصيل والاحداث اللي حصلت وكلمه الخطيب، للكلمه اللي اداها الخطيب، دعا فيها لنبذ التعصب والتمسك بالروح الرياضيه، تمسك بالروح الرياضيه، وان ان العلاقه تسود لفتره طويله. ليه ما تبقى تسود لمدى الحياه؟ وفي حاجه النهارده كانت لقطه جميله النهارده، دعوه الكل وترحما على العامل فاروق، وان الكرسي اللي جنب الخطيب كان فاضي، حطوا على بوكي ورد وترحما للكابتن المرحوم ووفاء له العامري فاروق. طبعا الخطيب اتكلم على ظروف البلد وظروف تمر بها البلد والوحده والتكاتف ما بين الجماهير او الجمهورين، جمهور النادي الاهلي والنادي الزمالك. أعلن إدارة نادي الزمالك عن شط وإسقاط عضوية مرتضى منصور. طبعا أنتوا عارفين إن مرتضى منصور كان اتحبس سب الخطيب، سب الكابتن محمود الخطيب، وكمان قضية مسؤولة الجهاز المركزي للمحاسبات. فرأى إدارة نادي الزمالك إن في وجود أسباب قانونية تجعل من إدارة نادي الزمالك تشطب وتسقط عضوية مرتضى منصور دي في المادتين اللي موجوده في نادي الزمالك. عندنا الخبر الثالث النهارده، نادي الاهلي وتحديد المباراه يوم الجمعه الساعه 6 مساء ما بين الاهلي وميدياما الغاني، وان الاهلي بكره هيسافر بعد العصر. كان المفروض يسافر النهارده لكن اجلها لبكره بعد العصر. وكمان تعيين حكم جابوني لهذه المباراة، وان الاهلي اعلن، ده مش اعلن كمان، ده اتدرب النهارده الثلاثي الاهلي، رجع تاو وسام ابو علي وكوكا النهارده اتدربوا، وبنسبة كبيرة بكره هيسافروا مع الفريق ان شاء الله لغانا. فمين هيبدا مين في التشكيله؟ عندك كتير، يعني رجوع كوكا مهم جدا. احنا اتكلمنا عن مين هيبقى بديل لمروان. عندك كوكا رجع ان شاء الله، عندك السوليه، عندك نتفت، عندك امام عاشور،
عندك اكرم توفيق، كمان عندك في الخط الامامي رجوع رضا سليم وتاو وحسين الشحات وطاهر وكريستو وكريم فؤاد. فمجموعه كبيره من النادي الاهلي ان شاء الله قادرين على ان هم يرجعوا ان شاء الله بالمباراه والثلاث نقاط. طبعا انتوا عارفين ان في المصابين طبعا مش هيسافروا، وعندك مروان عطيه مش هيسافر، وعندك عمر كمال عبد الواحد، دول بس اللي مش هيسافروا. بكره ان شاء الله كولر هيختار مين اللي هيسافر معاه ومين اللي هيقعد 20 لاعب هيسافروا معاه الى غانا. نتمنى التوفيق لنادي الاهلي، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.